السلام عليكم أصدقائي، ومرحبا بكم في هذا المقطع الجديد. اليوم أصدقائي سأريكم أفضل نسخة من الويندوز، آسف يا أصدقائي، من الويندوز. وهذه النسخة قاموا بالتعديل عليها لجعلها أكثر سلاسة، وأيضا قاموا بإزالة مسألة الخصوصية التي كانت توجد في الكمبيوتر كما ترون معي. نذهب إلى هنا. هذه أصدقائي قاموا بإزالتها لأنهم يظنون أن مايكروسوفت تتجسس عليك يا صديقي، وقاموا بإزالتها في هذه النسخة. وهذه النسخة أيضا هي سريعة جدا يا أصدقائي، لأن قاموا بإزالة الكثير من الخدمات التي تؤثر على الكمبيوتر الخاص بك. ورابط هذه النسخة ستجده في الوصف على ميجا يا أصدقائي، تقوم بالتنزيل وحجمه 3 جيجا يا أصدقائي. تجد الرابط في الوصف. حسنا أصدقائي، ما المسألة من هذا الفيديو يا أصدقائي؟ إن سأريك طريقة تثبيت النسخة على الويندوز بدون استعمال الفلاشة يا أصدقائي. والطريقة بسيطة جدا. تذهب إلى أيقونة الكمبيوتر، كليك أيمن، إدارة أو مانجر أو ما شابه. تضغط على إدارة الأقراص. حسنا أصدقائي، تذهب إلى أي جزء من الهارد ديسك وتضغط عليه أو تضغط على كليك أيمن. تقوم بالضغط على تقليص وحدة التخزين. وتقوم هنا يا أصدقائي باختيار المساحة التي تريدها. سأختار مثلا 15,000، هي 15 جيجا يا أصدقائي. تقوم بالضغط على تقليص. حسنا، تظهر معك هذا الحجم الذي اخترته. تضغط على كليك أيمن. وحدة تخزين بسيطة جديدة. حسنا، ترك كل شيء كما هو. هنا تختار اسم، مثلا سنختار ويندوز 10. حسنا أصدقائي، تترك كل شيء كما هو. تضغط على التالي وتضغط على إنهاء. حسنا، والآن يا أصدقائي نذهب إلى الملفات. ستجد القرص معك هنا، وتذهب إلى المكان الذي ثبت عليه الويندوز أو قمت بتثبيت الويندوز عليه، وتقوم باستخراج. نضغط عليه، نضغط على Extracting Files، ونختار القرص يا أصدقائي وين 10. سأوقع هذا أولا، كليك، نضغط عليه Extracting Files، وتختار وين القرص الذي قمت بعمله، وتضغط على اوكي. حسنا أصدقائي، لقد قمت باستخراج ملفات الويندوز على القرص أو مكان الذي خصصناه لتشغيل أو لتثبيت الويندوز أو لاستخراج الويندوز. اوكي يا أصدقائي، هذه هي ملفات الويندوز. ما الذي سنقوم به الآن؟ سنقوم بتثبيت أحد البرامج التي سأضع لكم رابطه في الوصف أيضا، أو يمكنك البحث عليه في جوجل. مثلا أين هو؟ هذا هو البرنامج. ستجد رابطه في الوصف على ميديا فاير أو على مدونتنا بلوجر. حسنا أصدقائي، تظهر لكم هذه الواجهة. next 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 انستار. حسنا أصدقائي، تترك كل شيء، تقوم بالضغط على فينيش، وسيقوم بالدخول معك البرنامج. حسنا أصدقائي، تقوم بالذهاب، ومن هنا تختار اللغة التي تريدها. سأختار اللغة العربية. تضغط على جو أو ابدأ، تضغط على موافق، وتظهر لك هذه الواجهة. لقد قمت بإضافة أحد الأشياء وليس قمت بحذفها. لا تقوم بحذف هذا أبدا يا أصدقائي، هذا هو الذي تقوم بالدخول منه إلى الويندوز. حسنا، تقوم بإضافة إدخال جديد. تذهب إلى هذا الخيار، مفهوم يا أصدقائي، ومن هنا تقوم بتسميته أي اسم تريده، مثلا ويندوز 10. من هنا تختار المسار، تقوم بالضغط على هذا الخيار.
وتذهب إلى القرص الذي خصصته وقمت باستخراج فيه ملفات الويندوز. تذهب إلى الخيار الثالث وتجد هذه الخيارات، تضغط على بوت كما ترون معي، تضغط على فتح، تضغط على هذه الزائد بالأخضر. عندما تقوم بالذهاب إلى تعديل قائمة الإقلاع فتجد معك ويندوز 10 بهذا الشكل وويندوز 10 بهذا الشكل. تضغط على حفظ سيف. فما الذي ستقوم به أنت الآن؟ عندما تقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر ستظهر لك هذه الأيقونات، تظهر لك الويندوز 10 أو الويندوز 7 الذي أنت قمت بتثبيته هذا أو الذي تقوم بالاشتغال عليه، وهذه هي الأيقونة التالية. فتقوم بالنزول عليها باستعمال الأسهم وتضغط على أنتر، وتضغط على أنتر يا أصدقائي، وبعدين تبلش تقوم بعمل التثبيت للويندوز بالطريقة التقليدية والعادية جدا. إذا لم تعرف ذلك فاذهب إلى اليوتيوب أولا وتقوم بكتابة كيف تقوم بتثبيت الويندوز 10 يا أصدقائي، وسترى كل شيء وتقوم بتطبيقه بهذه الطريقة. أنا الآن أريدك طريقة فقط لتستغني عن الفلاش يا أصدقائي، مفهوم؟ إذا لم تكن لك فلاشة فستستعمل هذه الطريقة لتثبيت أي ويندوز يا أصدقائي تريده. حسنا أصدقائي، أتمنى أن يعجبكم الفيديو، لا تنسوا الضغط على لايك وسبسكرايب وزر الجرس لكل جديدنا إن شاء الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم.